مخلل اللفت اللي حير الناس من سهولته وحلاوته وجماله، وهو مفيهوش اي افتكاسات. اول حاجة بنسمي الله، ونمسك الكمية اللي احنا جايبينها من اللفت دي، بناخدها تحت الحنفية ونغسلها كويس قوي، يعني بيبقى فيها طينة وفيها تراب ولازم تتغسل كويس جدا. ولو حابة تنقعيها وتحطي في المية معلقتين خل يبقى افضل واحسن. بس كده. تاني حاجة بنجيب اللفت بتاعنا، بنمسك الراس ونقطع اي حتت مش مرغوب فيها، اي حتت زيادة. ننضفها كويس. والعروق اللي ورا دي بنستعملها برضو بنضفها وواحدة واحدة بحوشها واقطعها، وهتشوفوها دلوقتي. هنعمل بقى الكمية دي. عايزة تعمليها صوابع اعمليها، هتقسميها 4 زي ما انا هقسمها دلوقتي، يبقى افضل برضو على حسب حجم اللي انت بتحبيه. في كمان سكينة زجزاج كده بتيجي للمخللات تحفة جدا، بس هي مش عندي للأسف. بتستعمليها برضو بتديك الشكل الزجزاجي كأنك شارياه جاهز. لو عندك استعمليها، هتبقى طويلة وشكلها حلو. في الوقت ده انا بكون حاطه ميه على النار تغلي معايا، لازم ميته. عايزه تاكلي لفت سريع، تاكلي منه من تالت يوم بتخلي الميه مغليه. اما لو عايزاه يقعد معاكي لشهر رمضان، بتخلي الميه سخنه عادي. بس كده هنخلص بقى الكميه دي، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعد كده. خلصنا بقى الكميه اللي احنا عملناها، هنيجي واخدينهم كده ونيجي حاطينهم في العلبه اللي احنا حاطين فيها اللفت. هناخدهم في المصفى دي هناخدها تحت الحنفية، نغسله كويس قوي تاني. اهم حاجة النظافة يا جماعة. بعد كده المية اللي احنا كنا غاليينها على النار بنحط فيها ملح، تخلي المية حادقة عشان اللفت ما يطلعش مايع معاكي. وعايزة تحطي مع اللفت قرنين فلفل هيبقى حلو جدا وافضل كمان. نقلب بقى كده ونجيب اللفت بتاعنا وننزل عليه بالمية المغلية. شفتوا بقى السهولة؟ بعد كده هنحط المية وخلاص معانا اللفت يقعد 3 ايام ما تفتحيش عليه، هتاكلي منه وهيبقى تحفة. عندك بنجراية وعايزة تحطيها تديله لون تحفة، بس انا صراحة ما عنديش، وهو لون اللفت عندي ما شاء الله غامق. فهيديني اللون حلو بإذن الله. فيديو النهاردة بسيط وسهل ومش محتاج اي افتكاسات، على طريقة اجدادنا وامهاتنا. واستنوا معايا بقى حلقات التفريز، واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.